عمرك صحيت وانت حاسس برقبتك تقيله او شد مزعج مش عايز يروح؟ خليني اقول لك اهم 5 اسباب. ببساطه جدا، وضعيات الجلوس الغلط، القعده الطويله قدام اللابتوب، راسك لقدام، ظهرك مش مفرود، ده بيحط ضغط كبير جدا على فقرات الرقبه. استخدام الموبايل بشكل مستمر، الانحناء لتحت وانت ماسك الموبايل، وضع راس وهو واقف كده تقريبا 3 كيلو، لو احنا خليناه لتحت بيتضاعف بفعل الجاذبيه، ممكن يكون من 6 ل 9 كيلو. اكتر عاده بتسبب شد والم هو النوم بطريقه غلط، الناس اللي بتنام على مخدة عالية جدا أو واطية جدا، كل ده بيخلي عضلات الرقبة ضعيفة وتتشد طول فترة النوم، ده بيسبب ألم مزعج جدا. حاجة تانية هو التوتر والإجهاد. التوتر بيخليك تشد عضلات كتافك ورقبتك من غير ما تحس، وده سبب رئيسي للألم المزمن اللي مش بيتحسن. الناس اللي بتشيل شنط على كتف واحد أو بيلعب رياضة بدون ما يعمل إحماء، كتف واحد يشيل وزن كله أو تمارين فجأة من غير تهيئة، والمحصلة النهائية شد وألم مستمر. الرقبة جسر مهم جدا بيربط جسمك كله ببعضه. غير عاداتك، قوم كل شوية، عدل وضعيتك، ولو الألم طول أو بدأ ينزل للكتف أو الدراع ابعت لنا، كلمنا أو زورنا فورا. الفحص المبكر بيفرق معاك جدا.